دونك الانسان كما خلقنا سيدي ربي عندنا جوج الحوايج اللي اساسيين في الاتخاذ ديال القرارات ديالنا. اول حاجه هي العاطفه، ربي خلقنا عاطفيين كبشر. وثاني حاجه هي الدماغ، يعني عندنا الدماغ وعندنا العاطفه، ولكن اللي خصنا نعرفوا نكتبوهم هنا باش نبينوا الدماغ، العقل، نقولوا العقل، وعندنا في الجهه الاخرى العاطفه. 80 حتى 90% ديال القرارات ديال الشراء اللي كناخذوا في الحياه ديالنا اليوميه كاملين كيكونوا جايين من العاطفه. فاش كنبغي نشري تليفون ما كنفكرش فاش داك التليفون واش غينفعني ولا ما غينفعنيش. اول حاجه كنفكر فيها الدراري صحابي فاش غيشوفوني هاز التليفون شنو غيقولوا عليا. وفاش كنفكر في هذه الصوره هذه العاطفه ديالي كتطلع، وانفو العاطفه كتطلع كنولي باغي نشري داك التليفون، عندي واحد الرغبه خطيره باش نشري داك التليفون. اش كيطرى للدماغ ديالي؟ الدماغ ديالي كيبدا يبرر هذيك العاطفه، كيقول لك لا راه التليفون فيه 3 الكاميرا مزيان، لا راه فيه 500 جيجا مزيان تقدر تهز فيه عين الشوق كامله، لا راه فيه لا رام طالعه، لا راه فيه هذه فيه هذه فيه هذه. ولكن الرغبه الاساسيه منين جات من العاطفه. وهذه الطريقه اللي ماشي غير النصاب اللي كيخدم بها، كاع لي كوميرسي وكاع الناس ديال الموظفين ديال المبيعات في العالم اللي عارفين اش كيديروا عندهم خبره، كيخدم على العاطفه اكثر ما كيخدم على المنطق. وان فوا كيطلع العاطفه للفوق كيعطيك 2 ولا 3 ديال لي زارغيومون بالمنطق، صافي نتايا كتخشي يدك في جيبك وكتزعم كتوكل على الله. فهمتيني؟ وهذا الموضوع علاش كنقول لكم موضوع مهم جدا 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 جدا، لان كاين بزاف الناس اللي ما عارفينش هذا الشيء كيطرا عندهم، هما كيعيشوه كل نهار ولكن ما واعيينش به. وخصوصا هذا الموضوع كيتجبد بزاف فاش كندوي على العيالات، الفتيات اللي ما عندهمش خبره في الحياه، ان فاش العاطفه كتطلع كاع صحاباتك كيقول لك راه ما فيه ما يتشاف داك السيد باغي ينصب عليك، وانت كتقولي لا كيبغيني. حيت هذه القضيه ديما كنقول لهم الانسان يحاول يفهم راسو. فاش تكون عندك العاطفه طالعه ما تاخذش القرار نتايا، وحاول تستشر بالناس اللي دايرين بك، حيت الناس اللي دايرين بك غيشوفوا الامور مقاده انت ما غتشوفهاش مقاده. هذه كطرى لي هذا عبد ربي الضعيف انسان عقلاني لواحد الدرجه عاليه بزاف، ولكن فاش كتكون العاطفه عندي طالعه كنطلع فرنمان ونرجع عند الناس اللي دايرين بيا، الاخ ديالي، الوالد ديال الوالدين، الناس اللي كنثيق فيهم. اش بان لكم في هذا الموضوع؟ حيت انا ما غنقدرش ناخذ القرار الصائب، حيت العاطفه عندي طالعه بزاف، ما غنخدمش دماغي، ما غنخدمش العقل ديالي. داكور؟ دونك اول حاجه فاش كنجيو نشوفوا بزاف ديال الشركات اللي كيخدموا بهذا المنطق هذا ديال النصب والاحتيال، لو بروسيس الي سامبل. كيجيب لك القاعه ديال المحاضرات، كيطلق لك واحد الفيديو كيوريك الشيكات ديال 50 مليون 60 مليون 70 مليون، كيوريك لي فواياج لمختلف الدول، وكيبدا يوريك غير الحوايج الزوينين اللي يخليك تحلم. شحال ما حلمتي، شحال ما طلعت العاطفه، وشحال ما طلعت العاطفه شحال ما الدماغ ما كيخدمش، وشحال ما كيسهل يتنصب عليك. داكور؟ شنو كيقول لك؟ كيقول لك من صفات الجاهل هو انه كيرد بلا ما يسمع، وكيعترض بلا ما يفهم، وكيحكم بدون علم. دونك هو كيحاول يردك انت جاهل. كيفاش؟ انه يستعجلك باش تاخذ قرار بدون علم، بدون علم. وعارف كي مشيتي انت ما حطيتيش فلوسك ديك الساعه مشيتي للدار، شنو غيطرا؟ العاطفه غتهبط، اون فوا غتهبط العاطفه غيبدا خدام الدماغ. وغتمشي حنا في عصر ديال العولمه، انا كنقول لهم في عصر العولمه اللي كيتنصب عليه راه مع كل احتراماتي راه حمار. يعني عندك جوجل، عندك الانترنت، عندك كل شيء، اي بروبوزيسيون تحطات عليك طلع فرنمان، اناليز الامور ديالك، دخل بحث. الا دخلتي بحثتي غتلقى بزاف ديال وجهات النظر. وهنا شنو كيولي عندك على الاقل واحد شويه ديال العلم اللي تقدر تاخذ عليه القرار، اللي تقدر تحكم. الوغ كو ما عندكش العلم والعاطفه طالعه غتاخذ القرار والسلام عليكم مبروك عليك، نصب عليك يا استاذ الكريم. فهمتي؟ الانسان كائن عاطفي، العاطفه ردوا منا البال، ياك؟ نحاولوا نخدموا بلو كوتي راسيونيل. فهمتيني؟ خلى المصريين قال لي واحد المصري قال لي ما تمشيش ورا قلبك حيوديك في داهيه، ياك الشيء هذيك من باب البسط. مي نحاول لو كوتي ايموسيونيل فاش يطلع، لو كوتي ايموسيونيل العاطفه ديالي فاش تطلع ما ناخذش القرار ونطلع فرنمان ونتسنى تنمشي نبحث ويكون عندي علم. عاد ديك الساعه ناخذ قرار عن علم، ماشي ناخذ قرار انني جلست مع واحد السيد وراني الفيلا وراني الشيكات وراني الفواياجات وراني التسافيرات وراني، وبديت كنحلمت انايا وطمعت. كاين فيها واحد لوكوتي ديال الطمع عاوتاني، ياك؟ ضروري كاين هذا لوكوتي ديال الطمع، ما نقدروش نكذبوا ونقولوا لا راه ما كاينش هذا لوكوتي. حيت في اللغه الشعبيه ديالنا كيقول لك الطماع يخلي ضاربه الكذاب، ياك؟ وكيكذب عليك علاش؟ باش يطلع العاطفه وباش يطمعك في نفس الوقت، ومن بعد كيخلق لك حس الاستعجال باش تاخذ القرار ديك الساعه قبل ما تمشي في حالاتك. داكور؟ مفهوم هذه النقطه؟ ندوزو ياك وصلات؟ ندوزو لموضوع الساعه. موضوع الساعه شنو هو؟ فاش تحط قدامي فرصه ديال تسويق شبكي ولا شركه ديال التسويق الشبكي، شنو هما الاسئله اللي خصني نسول، وشنو هما الامور اللي خصني نبحث فيها، وشنو هما الحوايج اللي خصني نعرف، وشنو هو العلم اللي خص يكون عندي قبل ما ناخذ القرار. دونك اول حاجه كاين
بارمي لي سبيكر وبارمي الناس اللي لي زيدول ديالي كاين في امريكا سميتو توني روبنز، راه معروف. توني روبنز فاش سولوه على الشركات ديال التسويق الشبكي وعلى البيع المباشر، قال لهم ثلاثه الحوايج اللي خصنا نردوا لهم البال. الحاجه الاولانيه هي لونتربريز، نسول بعض الاسئله على الشركه. ثاني هو لو برودوي. ثالث حاجه هو لو بلون ماركتينغ. هذا بالنسبه لواحد الانسان عايش في امريكا عنده واحد الخبره متواضعه حتى هو. قال ثلاثه الحوايج، حنا غنزيدوا الرابعه ياك اللي هي مهمه بزاف، حيت حنا عرب ومسلمين. غنزيدوا الرابعه ونكتبوها بالعربيه، هي الحلال والحرام. حاجه اللي للاسف الشديد قلالوا الناس في هذا الزمن اللي كيسولوا هذا السؤال هذا، واش حلال ولا حرام، كتبان ليه غير الفلوس كيدلى ياك. ونحاولوا نربيو في راسنا هذه القضيه هذه. وحنا اوطون كانفيستيسور ولا مستثمر، فاش كنجلس مع الدراري صحابي ديما فوقاش ما كتحط شي اوبورتونيتي اللي فيها الفلوس بزاف وسهله، كنعرفوا قضيه فيها نصبه يا فيها شي الكوطي ديال الحرام. حيت اي واحد اللي عنده واحد الخبره متواضعه في الحياه ما كيامنش بشي حاجه سهله. اي واحد ضرب تماره وعارف بحق النعمه ما كيامنش بشي حاجه سهله. ولكن فاش كتحط اون اوبورتونيتي وكتحط واحد البزنيسه قدامك وكتبان لك فيها واحد 70% 60% باين وواحد 40% ما باينش مضبب وكيبانوا لك الصعوبات، ولكن في نفس الوقت كل ما تزادوا الصعوبات زاد الربح، كل ما كيكونوا الصعوبات طالعين كل ما كيكون زايد هامش الربح. تما كتقول هذه سي اون اوبورتونيتي كي رياليست، واقعيا نقدر نحط فيها فلوسي. كاين بعض الصعوبات ولكن غنتقاتل مع دوك الصعوبات باش ناخذ الفلوس، داكور. مي فاش كتبان لك ساهله وفيها بزاف الفلوس، هي قضيه حرام، هي فيها شي نصبه غيتنصب عليك. المهم وحده من الجوج الانسان يحاول يرد البال في هذه الامور. دونك دوينا على لونتربريز، لو برودوي، لو بلون ماركتينغ. غندوي على الشركه وغندوي على المنتوجات وغندوي على لو بلون ماركتينغ، خطه تسويقيه. بالنسبه للحلال والحرام غندوي عليه في هاد لي دو، في المنتوج وفي الخطه التسويقيه وفي السيستم ديال الشركه كيفاش كتخدم. اول حاجه اللي خصني نعرف فاش كندوي على الشركه، بسيط جدا. احسن مثال بالنسبه لي كيجيني فاش كنبغي ندوي على الشركه شنو هو الزواج. فاش كتبغي تزوج شنو كدير؟ تمشي عند الدريه تسولها واش عندها الماستر ولا عندها، كتقول لها جيبي لي الدبلوم ديال الماستر ديالك، غنمشي نشوف واش مزور ولا ماشي ولا ديال بصح. لا، كتسول على الاصول ديال ديك السيده، كتسول على لي برينسيپ والمبادئ ديال ديك السيده. علاش؟ حيت حنا كندويو على الدوام، ما كندويوش على ضريبه وزيد في حالاتك، كندويو على الدوام. فاش كندويو على الدوام كندويو على المبادئ وكندويو على الاصول وكندويو على ليستوريك، التاريخ. هنا فاش كنبغيو ندويو على الشركه ديما نحط في دماغي بانني انا غنحط رجلي في واحد الشركه اللي غنبني عليها واحد الكارير. ماشي غندخل مع ديك الشركه غنخدم معاهم 15 يوم وغنمشي في حالاتي، لا. الى ربي يسر لي في هذيك الخدمه نقدر نضرب 20 عام في ديك الشركه، نقدر نضرب 15 عام في ديك الشركه، نقدر نضرب 10 سنين في ديك الشركه، نقدر نخلي حياتي كامله وكاع داكشي اللي كيدخل لي الفلوس ونبني غير على ديك الشركه. دونك اول حاجه خصني نسول ونعرف ديك الشركه واش الشركه قويه ولا يلا بدات البارح. فوقاش تكريات لا سوسيتي، شكون اللي كريا ديك لا سوسيتي، داكور. لا بريزونس، الحضور ديال لا سوسيتي في مختلف الدول في العالم، واش كاينه غير في بلادهم ولا كاينه في دول كثيره في العالم. هاد الشركه واش داخله البورصه ولا ما داخلاش البورصه، واش كتاثر بالسوق العالميه بالاقتصاد العالمي ولا ما كتاثرش بالسوق العالميه. المبادئ ديال هاد الشركه، هاد الشركه في الوقت ديال الازمات كيفاش هاد الشركه كتغياجي، كيفاش هاد الشركه شنو كدير، واش كترجع للورو كتامن ولا كترجع للورو كتقول لك دبروا راسكم، اللي كيعرف يعوم راه ما غيغرقش، فهمتيني. دونك بالنسبه لهاد الشركه، بالنسبه لهاد لو كوتي هذا، انا كان طرات لي واحد ليكسبيريونس غير ديغنيغمون. كانوا جاو عندي واحد الناس بدون ذكر اسامي، ما عزيزش عليا نذكر اسامي ديال الشركات. جاو عندي واحد الناس قال لك اسيدي بغينا نجلسوا معاك، قلت لهم مرحبا. قال لك راه واحد الشركه ديال التسويق الشبكي وهذه وتعالوا اش كاين. قلت لهم مرحبا، نجلسوا نشربوا قهوه ما كاين حتى مشكل. قلت لهم حاجه وحده، حتى انا نبغي نبريباري، ماشي غنجلس معاك وتصدمني، لا بغيت نوجد. قال لي شنو؟ قلت له عطيني الاسم ديال الشركه. عندي واحد اليومين باش نتلاقى معاه، حطيت الاسم ديال الشركه في جوجل، بسيطه جدا. مشيت نيشان السميه ديال السيد اللي كريا ديك الشركه، درت ليها كوبي وعاودت حطيتها في جوجل. اول ملاحظه لاحظت بان الشركه يلا 3 سنين من تكريات. ثاني ملاحظه لاحظت بان مول الشركه كان ديجا عنده واحد الشركه ديال التسويق الشبكي اللي ضرب بها واحد 6 سنين وهذه الشركه الثانيه. يعني اوتوماتيكمون في دماغك كتقول كيفاش الفيلم. دخلت كنقلب على الشركه الاولى، لقيته بانه جمع واحد الحصيصه نيت وقال لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليت لكم الراحه. دونك دابا هادشي اللي بغيت نشرح لكم سي كو علاش دوينا قبيله. قلت لكم في عصر ديال العولمه اللي كيتنصب عليه راه هو اللي فيه المشكل. شحال خدات مني انا ديال الوقت باش نطلع هاد المعلومات؟ 5 دقائق. 5 دقائق دخلت لجوجل طابيتها في 5 دقائق طلعت كم هائل من المعلومات، وسور لاباز ديال ديك المعلومات خديت القرار ديالي. ما نقدرش ناخذ قرار وما نقدرش نحكم بلا معلومات.
داكور. دونك هذه القضيه مهمه بزاف. باش نوضحوا الامور سمحوا لي، انا راه خدام في الدي اكس ان، دونك دوينا على هذا الشيء. ضروري ما غنديروا الاسقاط على الشركه ديال الدي اكس ان بكل واقعيه. غنفيدوا الناس باش ما يتنصبش عليهم من عند الشركات ديال التسويق الشبكي، ولكن في نفس الوقت اي حاجه دويت عليها هنا غندير الاسقاط على الدي اكس ان. داكور. دونك اول حاجه لونتربريز دي اكس ان الى تكري من 1994. فاش كنسمع 1994 راه عمر ديال الانسان، من 1994 والشركه خدامه عمر ديال الانسان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه دي اكس ان مصنفه عالميا اكبر شركه مصدره للغانوديرما في العالم، هذه الثانيه. ثالث حاجه دي اكس ان شركه اللي حاضره في اكثر من 180 بلاد. انا كندوي على فورس ديال لا سوسيتي، راه ماشي بدات البارح، ماشي يلاه مده طويله والشركه خدامه. داكور. عندك ثالث حاجه بارمي لي زانفورماسيون اللي انا شخصيا خديت عليهم القرار، دي اكس ان ما دخلش لابورس، سي اون سوسيتي اللي ما دخلش لابورس. دي اكس ان عندهم اون فيلوزوفي ديال التنين الواحد. شنو معناها التنين الواحد؟ يعني من لابوراتوار اللي كيدرسوا لنا المنتوجات حتى التوزيع ديال المنتوجات كاملين شاداهم دي اكس ان كشين لوجيستيك، من الزراعه من التصنيع ومن التوزيع حتى الاخر لاشين، من البدايه ديال لاشين حتى الاخر ديال لاشين كامل شاد دي اكس ان. وباغمي لي تروك اللي عجبوني انا ديغنيغمون العام اللي فات، كانوا فاش كان عندنا بزاف ديال المشاكل في الترونسبور في المغرب، والسلعه كتوصلنا معطله للمغرب. بارمي لي ديسيزيون اللي خداهم الدكتور ليم هو ان لقى المشكل كاين في الترانزيتير ولي سوسيتي ترونسبور، وشنو القرار اللي خداه هو انه كريا شركه ديالو ديال الترونسبور باش تولي هي تصيفط السلعه تجيبها للمغرب والبلدان الاخرى. فاش كندويو على المبادئ، فاش كندويو على لي برينسيپ، فاش كتجي تبحث في شركه دي اكس ان كتشوف القرارات اللي خداهم صاحب الشركه لو بريزيدون دكتور ليم، كتلقى بزاف ديال القرارات اللي حنا كعرب يعني شركات مغربيه وعمرها ما خدات بحال هاد القرارات في عز الازمه، عمرها خدات بحال هاد القرارات. كتشوف بان احصائيات عطات بان جو كخوا مالي كان عندهم اكبر عدد ديال الوفيات ديال الاطفال الرضع وديال العيالات الحوامل. الدكتور ليم ولا كيصيفط لهم سبيرولينا فابور. هذه سمعتها ما عشتهاش، ولكن غنقول لكم اللي عشتها. اللي عشتها انا هو انه في بدايه هذه السنه كان عندنا مشكل كبير ديال لي روبتور ديال لي برودوي. كاع الناس اللي دازوا اللي عاشوا معنا هذا ديبيو داني كنتي كتقلب على المكملات بالريق ناشف ما كتلقاهمش. اشنو القرار اللي خدا الدكتور ليم؟ اكثر من 5 ديال الشحنات في بلاصه ما يصيفطهم في الباطو صيفطهم بالطياره باش يوصلوا دغيا. تقدر تشوف هذه المعلومه بحال ما كتجيك ما غريباش، ولكن الغريب فيها هو ان فاش كتصيفط الشحنه في الطياره كتقام عليك غاليه والهامش ديال الربح كيولي صفر. يعني الدكتور ليم صيفط السلعه من ماليزيا للمغرب في الطياره ما ربح فيها حتى ريال. علاش؟ صراحه انا ما بغيتش نعرف علاش. انا بغيت هذا السيد هذا اللي دار بحال ما كنخدم معاه انايا بعيني مسدودين. يعني انسان ما كيفكرش في الربح ديالو هو كيفكر حتى في الربح ديالي انا، اللي انا بعيد عليه. الا جينا نشوفوا الهرم ديال الشركه هو راه كاين هنا، انا راه كيلتاش ما كيشوفنيش كاع، ولكن كيفكر فيا حتى انايا. باش صيفط لي السلعه من ماليزيا في الطياره ما تربح فيها حتى ريال، 4 ولا 5 الشحنات باش المارشي ديال المغرب ما يتاثرش في هذا لو كوتي هذا، وباش الناس اللي دايرين طريطمو يكملوه. كتشوف بان هذه الشركه هذه عندها دي برينسيپ كي سون سوليد، عندها مبادئ قويه. ولا جيت نقرن سميتي معاها في المغرب كامل ولا نحط فيه رجلي راه قرار صعيب. داكور. دونك هذا لو كوتي ديال الشركه كما قلنا، الاصول ديال الشركه نعرف الشركه كيفاش دايره، نعرف لا بويسونس ديال الشركه كيفاش دايره، نعرف واش الشركه قويه ولا ماشي قويه، باش ماشي نحط معاها رجلي غدا اي حاجه اي كريز ايكونوميك جات في العالم تهرسها نريب كلشي مشى في حالاته. دونك هادو بزاف ديال الامور. ومن هذا المنبر بغيت نقول لكم اخر قرار اتخذ هو في اخباركم الدكتور اللي مجا حضرتوا الحفل ياك؟ علاش جا؟ على قبل المزرعه وراه تخادت المزرعه، تخادت ما بين مكناس وفاس. ما عرفتش بالضبط شحال المساحه اللي فيها، وكيقولوا ما بين 20 30 هكتار، بارمي المزارع الكبار اللي غيكونوا في العالم. يعني حتى فاش كتجلس مع الدكتور اللي كدوي معاه، شوف كيفاش كومون il كونسيدير دابا هو لا فيزيون اللي عاطي المغرب، لا فيزيون اللي عاطي المغرب. اغلب الشركات ديال التسويق الشبكي كيجيو من امريكا كيدوزوا لاوروبا، من اوروبا كيجيو للمغرب. وبزاف ديال الشركات اللي دخلوا للمغرب خسروا. علاش؟ لان القوه المنتوج كتضعف فاش لوزين كيكون في الاوروب. هذا الشيء كامل على حسب النظره الدونيه اللي عند الاوروب للمغرب لافريك. يعني لا كاليتي اللي كتجي من اللوزينات ديال الاوروب للمغرب ديما كتكون ضعيفه. برودوي كيجي من الامريك ولا كيجي من ماليزيا كيكون برودوي قوي، ولكن فاش كيكون جاي من الاوروب كيفقد القيمه ديالو. الدكتور ليم دار العكس، قال لك انايا البوابه ديالي ديال الاوروب راه هي المغرب، والبوابه ديال لافريك هي المغرب. يعني المغرب غيولي ليفري الاوروب، ماشي الاوروب اللي غتليفري المغرب.